تودع المملكة العربية السعودية بعد قرابة 3 ساعات ولي العهد الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز الذي وصل جثمانه إلى مطار جدة الدولي. الطائرة التي تقل جثمان ولي العهد السعودي وصلت بعد ظهر اليوم إلى جدة، والجثمان نقل إلى مكة المكرمة، ومن المقرر أن تتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام. وينضم إلينا مباشرة من مكة المكرمة مراسل العربية حسن الطالعي. أهلا بك حسن. طبعا أبدأ معك بعد 3 ساعات من الآن الصلاة على روح الأمير الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز. طبعا عزائنا لكل طبعا الشعب السعودي في وفاة الراحل الأمير. ما أبرز الإجراءات التي اتخذت؟ ما هي الترتيبات التي تشاهدونها حسن؟ نعم ريما، كما ذكرنا في نشرة سابقة بأنه تقريبا عند بحدود الساعة 2 من ظهر هذا اليوم وصل جثمان ولي العهد السعودي قادما من جنيف إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومتوقع ومنتظر إن شاء الله خلال تقريبا 1.5 ساعة من الآن تقريبا أو 2 ساعات بالكثير أن يصل الجثمان أيضا إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الميت عليه في الحرم المكي، ومن ثم التوجه إلى مقبرة العدل لدفنه هناك. الإجراءات ريما كما هو معروف في المملكة العربية السعودية وفي مثل هذه الأحداث، وذكرت سابقا بأنه ليس هناك من إجراءات يمكن أن يطلق عليها أو بروتوكولات يطلق عليها صارمة أو على مستوى عالي كبير. هي إجراءات بسيطة جدا جدا. الجثمان يأتي من جدة في طريق الحرمين متجها إلى مكة، ومن ثم إلى الحرم المكي، وفي نفس اللحظة يتم الصلاة عليه، ومن ثم نقله أيضا إلى مقبرة العدل. هذه المقبرة التي تبعد ما يقرب 1500 متر شمال شرق الحرم المكي الشريف. بشكل عام ليس هناك من إجراءات يمكن ملاحظتها بشكل كبير. الطرقات ليست مقفلة، الناس يأتون ويدخلون ويخرجون من الحرم المكي بكل يسر وسهولة، باستثناء طرق مخصصة كما هو معروف لمثل هذه طبعا الحالات استخدامها. نعم. خادم الحرمين الشريفين طبعا هو في طليعة مستقبلي الجثمان وفي طليعة المصلين على جثمان الأمير الراحل الأمير نايف، أيضا يعني والعديد من الأمراء وكبار المسؤولين. أيضا من الوجوه العربية التي ستشارك في الصلاة؟ حسب ما ورد إلينا ريما بأنه اليوم وصلت مجموعة من الوفود من الدول العربية وإسلامية للمشاركة في الصلاة وإقامة صلاة الميت على الأمير نايف بن عبد العزيز. هناك ولي عهد المغرب وصل، وكذلك بعض الوفود الرسمية من دول الخليج، وكذلك بعض الدول العربية أيضا كما هو متوقع من يوم غدا أن يصل مجموعة من قد يصل إلى مستوى رؤساء دول. متوقع أيضا أن يكون هناك الملك عبد الله ملك الأردن أن يكون في قائمة القادمين لتقديم واجب العزاء. أيضا هناك بعض الدول الأوروبية ومن خارج الدول الإسلامية. هذا أمر معروف طبعا من المصادر أو المعلومات التي وردت إلينا ريما بأنه من يوم غدا إن شاء الله سيكون خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة أيضا باستقبال المعزين في الفترة الصباحية حتى فترة العصر تقريبا في قصر خادم الحرمين الشريفين في مدينة الطائف. وأيضا ما يخص الفترة المسائية سيكون استقبال المعزين واستقبال الوفود القادمين لأداء واجب العزاء في الديوان الملكي بجدة. سيكون أيضا الأمير سلمان بن عبد العزيز على رأس الوفود المستقبلين للوفود القادمة من الدول العربية وإسلامية وأيضا دول عالمية. ورد إلينا قبل قليل ريما بأن خادم الحرمين الشريفين أصدر قراره بإقامة صلاة الغائب على الأمير نايف بن عبد العزيز
بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك صلاة الغائب في جميع مساجد مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة العربية السعودية كما ذكرت بعد صلاة العشاء من هذا اليوم. نعم ريما. شكرا جزيلا لك من مكة المكرمة مراسلنا حسن الطالعي. طبعا سنكون معك بكل هذه التطورات من مكة المكرمة لوداع الأمير نايف بن عبد العزيز. هذا وتتواصل برقيات التعزية برحيل الأمير نايف، حيث عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تعزيه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والشعب السعودي. وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه تلقى ببالغ الأسى نبأ وفاة الأمير نايف، ويشاطر الشعب السعودي الحزن في هذا المصاب الجلل. من جانبها أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا قالت فيه إن المملكة فقدت رجل دولة وضع بصماته على تطوير المملكة. أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فاعتبر وفاة الأمير نايف خسارة كبيرة للمملكة.